ازيكم عاملين ايه؟ حقن التخسيس. هتكلم معاكم سريعا عن الحقن التخسيس اللي جت في الاخر. ناس كتير وخصوصا فنانين مشهورين اتصابوا بسببها، ربنا يعافينا بسرطان في المعدة او ايا كان نوع المرض. آه، حقن التخسيس انا مبنصحش بيها. لما حد بيجي يقول لي انا عايز نتيجة سريعة اقول له لازم نظام غذائي. ولو اي حد حتى دكتور او مدرب او ايا كان بيبيع لك حوارق دهون او اي حاجه تساعدك على التخسيس، هتلاقيه بيقول لك لازم نظام غذائي. كده كده انت هتتبع نظام غذائي، ليه تلجأ لحاجه زي كده؟ طيب هنفترض ان انت عايز حاجه سريعه، والله ما في حاجه سريعه بتدوم. انا بحلف لكم اهو عشان عمال اقنع، في ناس عمال اقنعهم بكده وبيشوفوا الناس عماله تتصاب وتتعب ومفيش برضه لا. تمام. سريعا حقن التخسيس في ابر اسمها ساكسندا. تمام، طبعا في انواع كتير. تمام، محقنه بماده اسمها ليرا كلوديد. تمام. غير طبعا في مواد تانية كتير. المواد دي بتخليك ان انت يعني تبقى شبه شبعان وفي نفس الوقت الفرن بتخسسك. طيب اغلبيتها نواقل عصبيه، فانا بلعب على الاشارات العصبيه بتاعتك. ماشي، في حته ان انت تتصاب بسرطان دي يعني دي حاجه بسيطه. انت فاهم؟ انت اصلا على المدى انت ممكن يحصل لك يعني حاجات غريبه. فالشاهد من هنا، انت كده كده اصلا الحاجات دي مش رخيصه، وهدفك من ان انت تخس يبقى صحتك احسن. ليه يبقى انا صحتي احسن واروح اجازف بصحتي؟ فنصيحه لوجه الله، بلاش ابر او حقن التخسيس. بلاش بلاش بلاش. ربنا يحفظكم.